تعمل ايه لو حد طعنك بسكينه في رئتك فاتخرمت؟ اول حاجه هتحصل ان الهواء هيطلع من الرئه وهيملى الفراغ الموجود جوه صدرك، وده هيتسبب في انه يعمل ضغط كبير على الاعضاء اللي اولهم هيكون القلب. فعشان تحمي نفسك بقى من الموضوع ده بسرعه، حاول انك تلاقي اي قطعه بلاستيكيه عشان تعزل بيها الهواء، حطها على الجرح وقفلها من 3 جوانب، وسيب جانب صغير للتهويه عشان الهواء اللي دخل يطلع تاني. بعدين نام على الارض على الجنب المصاب، وده هيعمل ضغط على صدرك عشان يفرغ الهواء لحد ما المساعده توصل وهم بقى هيعرفوا يلحقوك. لو الطيار اللي سايق الطياره اللي انت عليها فجاه فقد وعيه، فانا عايزك تهدى وتركز معاه، لان انت دلوقتي ممكن تنقذ حياه كل اللي معاك. اول حاجه انا عايزك تجري بسرعه، تمسك الدراع وتبتدي انك تشده عليك عشان توازن مستوى الطياره في الجو وبالتالي ما تقعش بيكو. استعمل اللاسلكي بعدها عشان تطلب المساعده، ولو انت راكب على طياره رايحه مكان اجنبي قول لهم ماي داي 3 مرات، او لو انت في دوله عربيه هتقول لهم استغاثه 3 مرات، وهم هيبتدوا يوجهوك من عندهم. عشان تبدا في عمليه الهبوط عايزك تقلل سرعه الطياره بانك تنزل حاجات اسمها الفلابس، ودي المناطق اللي تتني في جناحات الطياره. ارجع شد عصا التحكم تاني عليك عشان توازن الطياره مع الخط بتاع المطار بالظبط، وشد مفتاح الطاقه عشان تقلل سرعه الطياره. وبمجرد ما تلاقي نفسك قربت انك تلمس ارضيه المطار اتحضر بقى، عشان بعدها هتشد الفرامل لما العجل يلمس الارض، وبكده هتقف وتهبط هبوط مرتاح. في الحرب العالميه الثانيه كانوا بيعملوا حيله ذكيه جدا انت احتمال تحتاجها في الحرب الجايه. كانوا بيلبسوا في رجليهم قدم معدنيه بتحاكي الشكل بتاع رجل الانسان، وده لان السكان اللي عايشين في المنطقه بتاعه الحرب كانوا بيمشوا اغلبيه الوقت حافيين، واوقات الاثار المعدنيه دي كانت بتبقى شبه اثار الدببه او الحيوانات المفترسه عشان تخوف اي حد ان هو يعدي من هناك. اوقات بقى كان في حيله اذكى، هو ان انت تلبس القدم المعدنيه ديت بالمشقلب، فبالتالي استحاله حد ان هو يقدر يتتبعك، لان الاثار اللي انت رايح بيها هتبان انها جايه، وده هيخلي العدو بتاعك يستحيل ان هو يقدر انه يتتبعك وهيكون مشتت جدا.